أنا إسماعيل ليث، مواليد 87. بصراحة أنا مو خريج فنون، لكن حبيت الفنون من عمري خلينا نقول 14 سنة ويا نشوء المراهقة. خلينا نقول كونا فريق بهذيش الفترة، اشتغلنا أول فيلم بكاميرا انترنت القديمة أم القراصة، إذا ما أدري يذكروها أو لا. صورنا فيلم وإحنا كنا فرحانين بيه، يعني حتى أكو شيء موقف ظريف أريد أتذكره بهذا الفيلم، إنه ورا ما كملنا قال أكو شيء إذا نكمل هذا الفيلم. صديقي يعني اللي هو خلينا نقول رافقني من خلال المسيرة هاي مال الفن، هو كارلوس الحاريب، صديقي وأخويا، وخلينا نقول المخرج اللي أحب أشتغل جوا إيده. ورا ما كملنا الفيلم اللي هو بكاميرا الانترنت قال لي سويت جائزة أو فشي راح نعطيك إياه. قلت له شنو؟ كان يطلع لنا عصير هذا بالتانك هذا اللي كان يجي، وشربنا بوقتها عصير، بس كان عصير طعم الفرح، لأنه صورنا فيلم وأول مرة نشوفه يعني بالكمبيوتر، وإحنا دا نشوفه وكلش فرحانين. اجتينا فكرة إنه نطور هذا الشيء أو نشتغل على هذا الشيء. اشتريت أبوي اشترى لي أول كاميرا، هي الكاميرا اللي خلينا نقول احنا كانوا يصحوا لها، انا ما ادري حتدخلوها بالمونتاج لا، كانوا يصحوا لها باكيت جيجاير يعني جماعتي، لانه هالقد ما صغيره فكنا نستخدمها لتصوير الفيديو. صورنا افلام. بعدين ابو الكارلو هم جاب له كاميرا شويه اكبر وقمنا نصور بها افلام. افلام موجوده لحد الان، بس يعني ما نعرضها ابد لانه ما بها اي تعليم. كنا نحاول ونجتهد من عندنا، نحب نسمع نصائح بخصوص الفن. كنا نقعد نسوي الفيلم، نشوف ابائنا وبس على مود يعني يباعون على التلفزيون وشنو رايهم يعني بالفيلم اللي دا نصنعه يعني. فكانوا يضحكون علينا الصراحة بس حلو، كانت حلوة، كنا احنا فرحانين بنفسنا على ما تطورنا أكثر وأكثر. خلينا نقول تطورنا بالمجال، وصارت من هواية إلى حرفية إلى خبرة إلى ما صنعنا أفلام يعني، ونقدر نقول دخلنا مهرجانات فيها ونجحنا بعض ما عندها. أول فيلم حقيقي أول فيلم حقيقي، احنا هواي اشتغلنا أفلام حقيقية خلينا نقول قبلها، بس كنا نخاف أو ما عندنا منصة للأفلام، يعني المن نراوي الأفلام. كان أكو يوتيوب صح، بس ما أدري ليش ما كنا ننزل على اليوتيوب، ما أعرف ليش، بس كنا نبتعد من هذا الشيء. صورنا أفلام لامست الجمهور بعضها، بس اكو افلام لا، يعني خلينا نقول افتخرنا بيها، صنعناها، احنا نعرف هذا الفيلم راح يترك اثر، وهو فيلم باتمان. اول فيلم صنعناه اني كنت مدير تصوير، كارلو كان المخرج، وكان فريق عظيم الموجود بهذا كادر الفيلم. الفيلم اخذ صيته، نزل بسينما العراقية، يعني استاذ زيد طانا قاعة وعرضنا به الفيلم. وبعدين الفيلم دخل مهرجانات، تقريبا 3 مهرجانات، فاز بمهرجان بابل بالمركز الثالث كأفضل فيلم، المركز الثالث مهرجان بابل دولي اعتقد 2017. يعني هذا فيلم باتمان هو خلينا نقول الشرارة القوية اللي تركت أثر بينا وخلتنا نثق إنه إحنا بدنا نمشي على الطريق الصحيح من ناحية السينما. بصراحة ما كان طبعا هذا الفيلم هو مو فيلم باتمان، هو مو فيلم إنتاج يعني
مبالغ او منظمات او فشي. كانت الكنيسه تدعمنا من خلال انه احنا كنا يعني قريبين من الفعاليات، خلينا نقول اللي يعني نسويها سواء مسرحيه او سينمائيه. لكن الكنيسه ارتأت انه تعطينا كاميرا 5D لاول مره، مارك 3 نزلت فصورنا بيها. بعدين ميزانيه الفيلم كانت $500. بدأ الفيلم من فكرة كارلو، كنا قاعدين أنا وياه. قال الفكرة إنه بطل سوبر هيرو لكن يطلع سمين وكوميدي، الفكرة كلش حبيتها، قوية. كارلو كلش حلو كتب النص، توفقنا بصراحة. احنا ودا نشتغل استمتعنا واحنا دا نشتغل. اكو ناس ما استوعبت من خلال التسويق للفيلم شنو باتمان سمين، شنو شلون يصير، انتم ايش تسوون. ما فهموا خلينا نقول النكهة الحقيقية لهذا الفيلم او الرسالة الحقيقية بالفيلم. لكن كان واضح التعب بالسيناريو، ومن خلال الكادر ايضا، الكادر كله كان متكاتف لاخر لحظه. دا احكي من خلال التصوير وما بعد التصوير، ومن خلال التصوير حتى بالمونتاج كانوا يباتون لليل. كنا نروح ساعه، يعني هذا دا احكي لك مرحله مونتاج بفيلم باتمان. كنا نروح ساعه ب 12 نطلع ساعه ب 12 ساعه 2 هيك. اكو يوم محدد باتوا بيه ابو الصوت وكارلو اثنيناتهم. قال لي روح حتى بعد هاي خلص. انا رحت، فظلوا بايتين يعني على مود بس يمنتجون. ف اكو جهود حقيقيا بذلت بهذا الفيلم بصراحه. فيلم باتمان والكادر بالذات التمثيل كانوا كلش قريبين. اصدقائي، حنش صديقي صار له فتره كلش هواي، تقريبا من خليني اذكر 2000 او 2001 احنا اصدقاء. فكادر نعرفه، ما عدا الاصدقاء اللي هم مو ممثلين. يعني اكو اشخاص هم مو ممثلين لكن جبناهم على الكاميرا، وكارلو حاول انه يطلع احسن ما عندهم من تمثيل. وتقنوا بصراحه التمثيل بسبب انه حبوا القصه همينه. فالممثلين اغلبهم كانوا من الكنيسه. استعان كارلو بهذا الشيء، وكانوا بالشارع همين. احنا كنا اكو لقاءات ببعض فيلم باتمان، اكو لقاءات بيه هو يحكي على باتمان، فاخذنا من الشارع صدق قلنا لهم قولوا هيك على باتمان، قولوا هيك على باتمان. فكانت حلوه، كلش حلوه تجربه. يعني حبيتها كلش واتمنى نكررها. صح انعرض بسينما العراقية لكن ماكو جانب مادي. احنا تعرف الافلام القصيرة او الافلام حتى الطويلة ما تخلق حاليا عائد مادي للسينما او للفيلم نفسه. سبب انه ماكو عائد مادي بسبب انه اغلب الافلام ما موجهة للجمهور. هاي واحدة من خلينا نقول واحدة من النقاط. اكو افلام ما موجهة للجمهور، والافلام التجارية اللي شفناها قبل فترة وقامت تنزل للسينما تجارية زايدة عن اللزوم. اللي اني اشوفه شنو؟ بدون يعني اني اخ صغير لكل المخرجين وكل الناس الموجودين، بس انا اقول فقرة انه احنا يراد نسوي الفيلم يكون مهرجاني ويكون للجمهور، يعني حتى يكون قريب من الاثنين، نقدر باثنينهم ينعرض. مستقبل السينما واقف على ناس لازم تتعب جهد ذاتي بعدين يلا يوقف. انا اشوف يعني لين صعبة هاي المرحلة اللي احنا نمر بيها من خلال السينما. اتمنى انه باكر عقبه اكو تطور يكون من خلال السينما بمساعدة الابطال، الناس اللي تشتغل واللي عندها افكار يعني خلينا نقول جميلة واستثنائية. اتمنى
ورا ما انتجنا فيلم باتمان ظل الصدى عايش ويانا لمدة تقريبا فترة كلش طويلة. كلش كنا فرحانين، وحتى نوينا بوقتها نسوي فيلم طويل. وبعد بعض الاشخاص يعني قال راح ننتج هذا الفيلم لكم ونسويه طويل، وهاي طلعت يعني دائما انت تعرف بالوسط اكو وعود كاذبة تصير. حاولنا انه ما نوقف نكمل. ورا ما انتجنا فيلم باتمان انتجت فيلم قصير للكنيسة بمساعدة الكنيسة ايضا، اسمه وطن صغير، ايضا يحكي عن الكنيسة. فيلم التجربة الاولى الي كمخرج. كان فيلم تقريبا 4 دقائق او 5 دقائق. بعدين حاولت انه ادخله مهرجان، فدخلت المهرجان 3 دقائق في 3 دقائق، وفعلا كانت فرحتي انه دخلت فيه مهرجان لاول مرة. كان حلو يعني تجربة حلوة بفيلم وطن صغير، والناس حبوه يعني كلش تفاعلوا وياه، خاصة لما عرضناه بالكنيسة. الفيلم استغرق التصوير تقريبا، هم خلينا نقول استغرق الفيلم مو بس تصوير، خلينا نقول مونتاج ايضا 7 ايام، لانه بعدني ما كنت قوي بالمونتاج وهاي. فاخذ من عندي 7 ايام تقريبا او اكثر على ما حضرنا له وبنينا به. كتابة سامح سعد هو صديقي ايضا، وهو فكرته كانت كلش حلوه وعجبتني، وقلنا خلينا نسويها بس في شيء مختلف. الفيلم مختلف جدا، يعني الناس تشوفه تقرير، الناس تشوفه ما تعرف شنو هو هذا الفيلم. انا اقول اول تالي مهما يكون وثائقي مو وثائقي، المهم هو فيلم يعني. فحبيت انه انقل هاي التجربة للمهرجان، كان حلو. قصته تحكي عن وطن صغير، واحد مسيحي عنده وطن كبير اللي هو الأول، اللي هو العراق. لكن اكو المسيحيين عندهم فشي احنا كثيرين ما نعرفه، اللي هو وطن بس مصغر. هذا الوطن صعب تكتشفه لما إلا تروح لهاي الزاوية أو تروح تتقرب من يمهم وتشوف صدق عندهم وطن. هذا الوطن هو الكنيسة. ومثل حاولنا هيك نتناول الموضوع، انه اكو غربة بالوطن. اكو ناس هم صح بالوطن بس هم عايشين غربة، لانه جماعتهم ماكو، اصدقائهم ماكو، بس وين يحس انه هو بالوطن الصغير اللي هو الكنيسة، واللي هو داخل الوطن الكبير اللي هو العراق. ورا ما شاركت بهذا المهرجان كان تجربة جميلة، ورا ما شفت الردود الأفعال همينة. ما أذكر يعني ما أتذكر بالضبط إحنا سوينا يا فيلم، بس أذكر إنه أعتقد بنفس العام أنتجنا فيلمين، فيلم من إخراجي وفيلم من إخراج كارلوس الحريب. أكيد يعني هو ما أشتغل يعني غير وياه يعني. اشتغلنا فيلم رعب اسمه ذا دور. كانت تجربة مختلفة جدا عن باتمان. ردنا نسوي تغيير كبير من خلال نحكي التصوير، من خلال الأمور اللي فهمناها من النقاد بفيلم باتمان. يعني تعلمنا احنا فيلم باتمان هواي، احنا صح نجحنا بيه بس هواي تعلمنا من عنده. تعلمنا انه شلون ما نغلط، تعلمنا شلون نطور اكثر. مستحيل انت تنتج اول شيء وبعدين تقول هو هذا بعد خلص. لا، احنا طورنا وتعلمنا وسوينا فيلم ذا دور، وكان ايضا حلو.
وحب يعني حبوه الجمهور حبوه. وانتجنا بنفس العام. فيلم القسم يحكي عن طبيب تحت رحمة داعش، واحد ارهابيين انصاب من عندهم، فيحاولون انه يقولوا له عالج هذا، لكن هو بده يعالج يتذكر روح الانتقامية اللي بداخله، فهو مجبر، وبنفس الوقت هو يريد ينتقم، بنفس الوقت اكو شيء ثالث انساني، جانب احنا ما مفكرين بيه، انه هو القسم اللي قسمه كطبيب، بدنا نحكي كإنسان كطبيب يحافظ على هذا القسم او ينكث، لكن هو بالفيلم يحافظ على هذا القسم. يلا عالجه. هذا حالته خطرة، لازم يروح مستشفى. عالجه هنا، ماكو مستشفى، عجله. احتاج مواد طبية. أقسم بالله العظيم أن أعاهد الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كل الظروف والأحوال، وإنقاذهم من الموت والمرض والألم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد والصديق والعدو. بعد ما انتجنا ذا دور وانتجنا فيلم القسم، اجى موعد. حبيت انا طبعا المهرجان 3 دقائق في 3 دقائق كلش احبه، فحبيت اشارك للمره الثالثه. طبعا مشاركة هم فيلم القسم، فحبيت اشارك للمره الثالثه، فانتجت فيلم اسمه توي. يحكي الفيلم عن هذا الوحيد يمكن اللي ما اقدر اقول عليه لوج لاين، بس حاحاول اصيغه. يحكي عن أطفالنا يستخدمون كلعابة من قبل ناس مشوهين. مرات مجتمعنا قاسي، يولد ناس ما يعرفون يتصرفون ويا الأطفال، ما يعرفون معنى الإنسانية خلينا نقول. فتخيل إنسان يكون عنده شهوة تجاه طفل،
قمة البشاعة. حاولت أنا طبعا هذا شفته بمقال، أنا ودا أقلب بالفيس شفت هذا المقال، استفزيت من الداخل، قلت أسوي فيلم يحكي هاي المعاناة. على الأقل إنه هاي اللعابة ليش هيك يصير حياتها، أو حتى لو 1% من كل سنة ليش هيك يصير، شنو السبب؟ هي لعابة يعني بكل شيء بتعرف. فأكو ناس يعني شريرة وقلبها شرير وبشعين يعني بصراحة، ويستخدمون أطفالنا كلعابة. بالأخير أكو ناس يهربون من يعني من المحاكمة أو من الأشياء. أنا حبيت أتناولها كقضية، وهواي ناس متناوليها، لكن أنا حاولت أتناولها كقضية فيلم. الفكرة التنفيذ أنا أقول لك ما كان موفق. حاولت أنه أنفذه بأقوى، لكن أنا كنت ببحثي حرفيا ماكو أي أحد، أنا والممثل فقط. حاولت هواي ببالي أشياء، لكن بوقتها ما توفرت المعدات. طلع الفيلم بهذا الشكل، لكن المهم وصل الفكرة، المهم انطى الفكرة اللي هاي المشاهد الجريئة. يعني هو ما بيبي مشاهد جريئة، هو لعبة وشخص يدني على اللعبة، والقفلة بالنهاية اللي هي راح تنعرف هي مو لعبة أصلا، هي بشر. بصراحة من ناحية السينما جت بالي فكرتين بالمستقبل حاب أنفذهن، بس الاثنين يراد لها شغلتين همين. الفكرة الأولى هي أنه صناعة أفلام قصيرة لموسم معين، لأفلام معينة. يعني أنا كتبت تقريبا 5 أفلام قصيرة لمدة دقيقة، وحبيت أنه أنفذها. فقلت أريد أصور مثلا 50 فيلم على دقيقة، أتناول به أفلام طويلة. يعني هو فيلم قصير من خلال دقيقة أطرح به فكرة فيلم روائي طويل، على مود الناس تقدر تدعم من تشوف التنفيذ، تقدر تدعم. حبيت أسوي هاي الفكرة، لكن الخلل بالإنتاجية والكادر الاثنين. صعب من أنت شوية تتطور، تقدر ما تقدر ترجع مثل قبل تصنع أفلام على خلينا نقول ليفل ناصي. يعني أنت عندك كواليتي عالي، كاميرا عندك، كل شيء عندك، لكن كادر ماكو، ناس وياك ماكو. يعني بصراحة هم حاولوا، أكو شباب، لكن بعدني دا أشتغل على الموضوع. إن شاء الله يكون هذا المشروع اسمه فيلم شي. أما المشروع الثاني اللي ببالي هو كان فيلم 13 أريد أموت. هذا الفيلم شبابي جدا، موجه إنه كلنا. يحكي عن واحد يريد ينتحر، لكن ب13 طريقة، بطريقة كوميدية. أتمنى أنه أسويه، لأنه يحمل فكرة كوميدية، بنفس الوقت يحمل أفكار الشباب اللي من ناحية أنه يريد يهرب من الواقع وحتى يموت وما أدري شنو. لا، الفكرة كلش حلوة، أتمنى أنه تصير باكر عقبة وتوصل للشباب. أسامة! 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 وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. يهوذا الآية 9.
هي هاي الكنيسة. مرحبا أبونا، أنا حسام. أنا أسامة. شكرا لي خليتنا نصور هنا. لا بالعكس، أنا أحب هاي المواضيع وأحب الشباب اللي مثلكم اللي يبحث، خصوصا إحنا في زمن قلبي الناس اللي تقرأ وتبحث وتثابر. ولا تنسى أبونا، احنا بزمن المعلومة جاهزة وعمو جوجل. المعلومات جاهزة حلوة، لكن تخفي كثير من الحقائق. هو احنا اليوم يمك حتى نعرف هاي الحقائق كلها. الحقائق هواية، بس أكو حق واحد. هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة. وين تحبون نصور؟ العفو، بس قلت انه اكو غرفة داخلية اذا نقدر يعني نشوفها. صح تعال. الأرواح الشريرة موجودة لسبب أنه الشرير موجود، ومنذ القدم إلى الآن يسعى لدمار الإنسان بكل الطرق. وأكو أكثر من مثال بالإنجيل يتحدث عن الأرواح الشريرة ودخولها إلى جسد الإنسان وكيف المسيح تعامل معها. احنا ما عايشين وحدنا. ايش بيك يا معود؟ يلا اذا خلصت يلا مشينا، انا منتظرك بالسيارة. ما اعرف ايش بيه. يلا استعجل شوي، استعجل يلا، ما عندنا وقت. ها حلو. اوكي لا دز لي رقمه. يلا ماشي، يلا في امان الله. باي باي. يا بالمدير لا دز لي رقم قس يطرد ارواح شريره وهاي الامور. حلو. ويقول حتى عنده فيديوهات حقيقيه وتصوير حقيقي لهاي الحالات. حلو. زين؟ حلو. اوكي خلينا ناخذ سناب. انا واسامه اليوم تعبانين كلش هواي بالتصوير. هواي تعبنا. كلش تعبنا. يلا باي. هي اقول لك اسو صدق اسامه ذكرتني اليوم ضروري نفرغ الرامات شو اسمه مشحن البطاريات ضروري. خاف انسى. يعني ابو الرامات البطاريات. خلينا نشحن بطلنا بالبدايه. متنا جوع. اوكي يلا يا بتوكل. يلا. الأرواح الشريرة موجودة. الأرواح الشريرة موجودة. تتوقع صدق موجوده؟
شنو هي؟ الأرواح الشريرة وكل هاي المواضيع. ها ايش بيك؟ انا اي شيء ما اشوفه بعيني ما اصدق بيه. أنا ما أعرف، بس أتذكر بيبيتي كانت لها علاقة بهيج مواضيع. شلون يعني؟ شبيك مرة مو حكيت لك؟ بيبيتي كانت تقرأ كيف تفتح فنجان. يا معود بيبيتك لا موجودة هسه، كان لما تخوش فلوس. ما حد بقى من العائلة، عبالك صابنا شيء، حتى أنا انهزمت من البيت. ايش بيك اسامة؟ احنا مطلوب من عندنا نسوي فيلم وثائقي عن هذا الموضوع، هذا هو، فنصور الفيلم وناخذ المالات وها هي ماشي. هذا قصد رسالة، يقول باكر لازم نروح له. لوك الو. ها حبيبي. اي هو نفسه هذا الفرع. اي العمارة. ماشي ماشي حبيبي، يلا انا طالع لك. يلا اوكي حبيبي اوكي يلا هلا. وهاي البيتزا جدتي. الأرواح الشريرة موجودة لسبب أنه الشرير موجود، ومنذ القدم إلى الآن يسعى لدمار الإنسان بكل الطرق. وأكو أكثر من مثال بالإنجيل يتحدث عن الأرواح الشريرة ودخولها إلى جسد الإنسان وكيف المسيح تعامل معه. احنا ما عايشين. المرة البيتزا بين تخبط. وإذا قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ إشعياء الإصحاح 8 والآية 19. يسوع المسيح حررك. قل له يا يسوع اشكرك تحس وجعي. هاي وحدة من هواي حالات تمر علي. كل ما يزداد الجهل بالمجتمع تزداد هاي الحالات. اكو عوائل هواية تلجأ للسحر وللحجابات ولاستشارة الجان، وهاي الأمور كلها تفتح الأبواب للأرواح الشريرة حتى تدخل. وأكو أمور يمكن احنا ما نهتم بيها ونشوفها ما تأثر، لكن هي أيضا تفتح الباب لدخول الأرواح الشريرة، مثل قراءة الكف والفنجان. زين ابونا انت شلون تتعامل مع هذه الحالات؟ أنا ما أتعامل، هو يتعامل. اسامة بالضبط لي فوكس. اوكي. الأرواح الشريرة جزء من عالمنا، هاي حقيقة لكنها ما تخوف، لأن اكو حقيقة ثانية، أن الله أعطانا السلطان. كل الروح الشريرة تخرج باسم يسوع المسيح. ها اسامة ايش بيك؟
وضرب نويز كلش قوي. شو مضبط عليه؟ ابونا بس تيست؟ الو، تيست صوت. صوت طبيعي ما بي شيء. اذا تعبان خليه يرتاح بهاي الغرفه. اوكي يا ابونا، اوكي. سامع، اطلع ارتاح برا بهاي الغرفة. اوكي؟ يلا. أسامة اتصل لك يوما ما عاجبني، ما تقول لي ايش بيك؟ يا اخي اذا اكو شيء احكي لي. اذا احكي لك راح تصدق؟ جربني. انا كلش ما مرتاح لهذا الفيلم. من يوم اللي بلشنا تصوير لليوم قمت اشوف واسمع شغلات كلش غريبة. انت من تنام تتغطى زين؟ باوع؟ ليش ما اريد احكي لك انا؟ الموضوع مو بس ببيتي كانت لها علاقة بي. أهلي ورا ما ماتوا بحادث السيارة دلوني على عرافة بمنطقتنا، قالوا تقدر تتواصل ويا الميتين. رحت لها. أيوة صار كل شي ما صار. طلعت منك وطلعت من المنطقة كلها. يا اخي وهاي شنو ربطها بالموضوع؟ ليش ما سمعت القصة ايش قال؟ هاي كلها أبواب تدخل من عندها الأرواح الشريرة. ماما؟ ليش فتحت الباب؟ يابا ليش فتحت الباب؟ ليش فتحت الباب؟ كلهم فاتوا. ليش فتحت الباب؟ أحسن ليش فتحت الباب؟ اوكي ماشي يلا انتظر تليفون من عندك. يلا حبيبي يلا. هلا هاي ايش بيك اسامه؟ هو بقانا رجال واحد عنده خوش معلومات وقصص تفيدنا. زين نروح نصور وياه وباكر اخر يوم. ماشي اقول لك انت وضعك ما عاجبني، الظاهر منقص. قوم خلنا ناكل. قوم يلا. يعني هسه انت تريدني اجاوبك هل الارواح الشريره تسكن بالانسان؟ يعني انت اللي تريده تعرف انه الارواح الشريره تسكن بشيء مادي لو لا. وقال فتح الباب وفوتوا. عواد من جبتك هاي الجرأة؟ هو انا خايف افتحه. بس خلينا نفضها.
اقول لك اسامه، بس اسامه ليش داعس ريكورد؟ يا اهلا وسهلا. صديقك أسامة له علاقة بقضايا الأرواح؟ أكثر من مرة حكالي، كان يقول لي ببيتي لها علاقة بتحضير الأرواح، تقرأ فنجان وتفتح كيف، ومرة راح العرافة حتى يتواصل بين الأموات. بين الأحياء والأموات هو عظيم، لكن أكو بعض الطقوس اللي ممكن أن تفتح الباب. يعني أسامة هو اللي صديقك فتح الباب. أسامة! 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 هواي أمور احنا نشوفها بسيطة وما تأثر، بس بالحقيقة هي خطرة كلش، وممكن تفتح باب. وإذا انفتح الباب